القفلة. القفلة دي هي المؤشر الحقيقي لانتهاء أي علاقة وانتهاء صلاحية الإنسان ده في قلبك. هي دي المرحلة اللي بيوصلها الإنسان لما مشاعره بتنتهي تماما تجاه شخص، اللحظة اللي بيفقد فيها حماسه أو رغبته في بذل أي ذرة طاقة زيادة. ممكن تعدي مواقف كتير قوي تضايقك وتصرفات غريبة تتغاضى عنها فيها إساءة وتقليل منك، وتحسن وتراعي وتطبطب وتشتري خاطر، بس بتيجي في لحظة وتحس إنك تستاهل أحسن من كده. ما تستاهلش إن أنت يتم أذيتك أو تجاهلك أو التفريط في حقوقك أو الإساءة ليك بالقدر ده، وفجأة بيحصل القفلة بدون أي مقدمات. مفيش حب ولا في كره، حتى الغضب ما بيبقاش موجود، بيكون إحساس بالفراغ التام ناحية الشخص ده. علاقتنا بالناس بتبقى مرهونة برصيد، ويمكن أنا اتكلمت كتير في الموضوع ده وعملت فيديو اسمه لقد نفذ رصيدكم. الرصيد ده بيتحدد حسب المعزة، وكل ما التعامل كان بحب واهتمام وتقدير بيزيد الرصيد، وكل ما كان العكس بيقل الرصيد. ما توصلش حد بيحبه ان هو يعمل لك بلوك من قلبه. بلوكات الفيس والواتس والسوشيال ميديا بتتعمل وبتتفك عادي، بس القلب لو قفل بتبقى هي دي النهاية. حتى لو انت فقت بعد اللحظة دي وعايز تعوضه، بيبقى خلاص مشاعره خلصت وصبره انتهى وشغفه انطفى. وحين تنفر روح من أخرى فما سبيل لإحداث ما يغير ذلك. النفور زي الإدراك بالظبط، زي الوعي، لو وقع ما ينفعش ان احنا نتجاهله او نغيره او حتى نعكس مساره حتى لو ايه حصل. القلوب ليها طاقة، فراغ القلوب اللي بتحبوها زيادة شوية عن العادي عشان ما تفوقوش بعد فوات الأوان.